السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعني. بالصلاة على النبي النهاردة هعطيكم بعض النصائح اللي تمشي عليها علشان تخلي الفرخة بتاعتك تبيض. لو انت عندك فراخ متأخرة في البيض، لو انت عندك فراخ ريشها مش بيطلع بشكل سليم، يعني لو تتذكروا الفرخة ديت لما كنت منزلها لكم وكلمتكم عن نمو الريش، يعني ازاي تخلي الفرخة ريشها يطول في اسرع وقت. الفيديو ده لو انت عايز تتفرج عليه من خلال علامة الاي اللي هتظهر لك في اعلى الفيديو دلوقتي، هتضغط عليها هتوديك للفيديو كامل، او هسيب لك الفيديو في اخر 4 فيديوهات لما هتسمع الفيديو ده للاخر. طيب انا عاوز الدجاجة دلوقتي تبيض، الدجاجة ريشها طلع وبقت 100% الحمد لله. ببدأ اديها علف بروتين 17، ده لو كان وزنها تقيل. طيب لو وزنها خفيف او هي عادية مش تقيلة ولا حاجة، بديلها علف بروتين 21، وبنزل ليها في المية فيتامين سي، ده كويس في فصل الصيف، فيتامين سي في الصيف ده كويس. وبنزل ليها مكمل غذائي ألف د 3، أو مكمل غذائي يحتوي على عدة عناصر زي الزنك والحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور. طيب عايزين منتج زي اللي ظهر لكم على الشاشة ده، مش شرط تجيب نفسه، جيب بديل. أي مكمل غذائي ديكال ب 12 ده كويس وبيحسن قشرة البيض عند الدجاج. أي مكمل غذائي، في مكملات غذائية عديدة جدا وفي منها الغالي وفي منها الرخيص. اهم شيء تكون الدجاجة بتاعتك ما بتعانيش من اي مشاكل معوية، يعني ما يكونش عندها ديدان، ما تكونش بتاكل عمال على بطال اصلا وما بتزيدش يبقى عندها ديدان، ما تكونش الفرخة وزنها زيادة عن اللزوم، ما تكونش خاسة زيادة عن اللزوم، ما تكونش واخدة نزلة معوية، يعني ما يكونش فراخك عندها برد، ما فيهاش فاش، الدجاج يبقى نضيف. كل الحاجات ديت تأثر على إنتاج البيض لو كان فيهم أي حاجة من اللي أنا ذكرتها.